يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتاخدنا في رحلة لأفضل المسلسلات الكوميدية في رمضان 2025. في الحلقة دي هنتكلم بالتفصيل عن قصص وأفكار المسلسلات الكوميدية المميزة جدا السنة دي. قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. المسلسل رقم 1 في قائمتنا هيكون مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي وسام إبراهيم ومحمود حافظ. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة بيحكي لنا عن عبد الستار الكف، محامي شرير انتهازي بيستخدم القانون لتحقيق مكاسب شخصية، ولكنه فجأة بيتعرض لحادث سير أليم في 2005 وبيدخل في غيبوبة لمدة 20 سنة، ولما بيفوق بيلاقي كل حاجة اتغيرت حواليه بسبب تطور التكنولوجيا والسوشيال الميديا الموجودة في كل مكان. وبيبدأ عبد الستار يواجه تحديات وصدمات خلال محاولته على التكيف مع الواقع الجديد وإصلاح أخطاء الماضي في إطار من الكوميديا. المسلسل هيكون من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف محمد سليمان. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد كيلاني ومحمد ثروت. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن عايشة أم طفلين بتحاول تكون أم مثالية وشاطرة، بتشتغل في محل هدايا ودايما بتحس باليأس والوحدة، وكل حاجة بتتغير لما بتلاقي عندها فرصة انها ترجع للجامعة مكان بنت أختها اللي بتتعرض لحادثة كبيرة، فبتنتحل عايشة شخصيتها عشان تعيش حياة مزدوجة ما بين أم مثالية وبنت جامعية بتحاول تعيش حياة جديدة وتندمج مع الجيل الجديد. المسلسل هيكون من إخراج وتأليف أحمد الجندي. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل للأذكياء فقط من بطولة حمدي المرغني ورنا رئيس وكريم عفيفي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن شاب بيتجمع هو واصحابه خريجين كلية العلوم للمشاركة في عمليات طبية كفران تجارب عشان يجمعوا مبلغ مالي ويحاولوا اختراع علاج لمرض نادر جدا، وده اللي بيعرضهم لمواقف كوميدية كتير خلال محاولاتهم المتعددة. المسلسل هيتميز بكوميديا المواقف المضحكة اللي هتكون نابعة من الأحداث نفسها مش مجرد إفيهات متكررة، وده اللي هيخليه مناسب لشريحة واسعة جدا من الجمهور. المسلسل هيكون من إخراج وتأليف محمد ناير. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل عقبال عندكم من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت. المسلسل هيقدم لنا دراما كوميدية متقسمة ل7 حكايات، وكل قصة بتتكون من حلقتين بنشوف فيها سهى وفادي عريسين بيستعدوا لحفلة زفافهم، وخلال يوم الفرح بيسمعوا 7 حكايات مختلفة عن تجارب الجواز الفاشلة اللي انتهت بالطلاق، عشان كده بيخافوا وبيبدأوا يفكروا في قرار جوازهم من جديد، وبيقعوا في مشاكل كتير بيحاولوا يحلوها مع بعض قبل ما يوصلوا لمرحلة الانفصال، وده اللي هيخلينا نشوف مجموعة قصص زوجية مختلفة هتقدم لنا شخصيات متنوعة بشكل كوميدي. المسلسل هيكون من إخراج علاء إسماعيل ومن تأليف أحمد والي. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيجسد فيها أكرم حسني شخصية حسام والي، طيار محترف الكل بيشهد بكفاءته، لكنه بيلاقي نفسه في موقف صعب جدا لما بيرتكب خطأ غير مقصود في إحدى رحلاته الجوية بيتسبب في سقوط الطيارة، ورغم خطورة الحادث بينجو حسام بأعجوبة وبيلاقي نفسه في أرض فاضية لدرجة إنه بيعتقد إنه الناجي الوحيد، ولكن فجأة بتتبدل الأمور عشان يتفاجئ إن أرواح الركاب كلهم متعلقة بين الحياة والموت، وكل روح منهم شايلة قصة مختلفة وعندهم مهمات لسه ما كملتش بتمنعهم من العبور للعالم الآخر، وفجأة بيلاقي نفسه مضطر إنه يساعد الأرواح في حل مشاكلهم وإتمام المهمات اللي سابوها في حياتهم السابقة. المسلسل هيكون من إخراج معتز التوني ومن تأليف أيمن الشايب. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة
سما وإسعاد يونس. المسلسل بيكمل لنا قصة ليلى وأحمد بعد جوازهم والمشاكل الجديدة اللي هيواجهوها خصوصا بعد ظهور طليق ليلى، وده اللي بيزيد من التعقيدات الأسرية وبيعرض لنا المشاكل المرتبطة بكل مرحلة عمرية للأطفال الثمانية والمشاكل اللي بيقع فيها الآباء مع أبنائهم بسبب اختلاف التفكير، وكمان معاناة الأسرة بعد سفر ليلى لتركيا، وهنشوف ده بطريقة كوميدية اجتماعية بتميز أجواء القصة. المسلسل هيكون من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف رنا أبو الريش. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وانتصار. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن بوسي، بنت بتعيش في منطقة شعبية بتشتغل كوافرة شاطرة جدا، ولكن بتواجه صعوبة في إنها تجمع 80,000 جنيه عشان مصاريف جوازها. ولكن كل حاجة بتتغير لما بتقرر صاحبة الصالون إنها تشغلها مع العملاء الأعلى في المستوى الاجتماعي، فبتلاقي نفسها دخلت في عالم تاني وأفكار مختلفة عن بيئتها بتخليها تغير نظرتها للحياة، خصوصا بعد المواقف اللي بتمر بيها مع خطيبها اللي بيحاول يأثر عليها ويتحكم في مصدر دخلها. المسلسل هيكون من إخراج كوثر يونس وغادة عبد العال في أول عمل فني بيجمع ما بينهم. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل نص الشعب اسمه محمد من بطولة عصام عمر وميان السيد وهاجر السراج. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن محمد اللي بيشتغل مهندس تكييفات بيحاول تغيير روتين حياته بأي طريقة ممكنة، وده اللي بيخليه يقع في حب بنتين متناقضين تماما في الطبع. الأولى بتفكر دايما بطريقة رومانسية وبتجري ورا مشاعرها، في حين إن الشخصية التانية مختلفة تماما وعملية ومادية جدا في طباعها، وفجأة وفي ظروف غير متوقعة بيخطط إنه يتجوز منهم الاتنين في نفس الوقت من غير ما يعرفهم عشان يتورط في مشاكل كتير جدا خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيكون من إخراج عبد العزيز النجار ومن تأليف محمد رجاء. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل أشغال شقة جدا من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وانتصار. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بتستمر فيه مغامرات حمدي وياسمين مع تحديات الحياة الزوجية بعد ما بقى عندهم 4 أطفال، وبتتشقلب حياتهم تماما لما حمدي بيواجه مشاكل في شغله وياسمين بتتعرض لضغوطات في شغلها كمذيعة تلفزيون، وبتزيد التحديات مع نمو الأطفال وتنوع اهتماماتهم، وده اللي بيزود التعقيد لحياتهم اليومية، وبيستمروا في البحث عن شغالة جديدة، وده اللي بيعرضهم لسلسلة مواقف كوميدية خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيكون من إخراج وتأليف خالد دياب. المسلسل رقم 10 في قائمتنا هيكون مسلسل النص من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدق صخر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيجمع ما بين الكوميديا والدراما التاريخية في قصة مستوحاة من أحداث حقيقية بتبدأ في فترة الثلاثينات عن عبد العزيز النص اللي هيكون نشال محترف جدا في شوارع القاهرة في فترة الاحتلال البريطاني، وحياته بقت مليانة بالمغامرات لما اتعلم السرقة على إيد أكبر النشالين وبقى من أخطر اللصوص المعروفين بذكائهم، لكن بتتشقلب حياته لما بيقرر التوبة وبيلاقي نفسه في مواجهة الاحتلال البريطاني، فبيقرر تأسيس مجموعة سرية للمقاومة بتتكون من أشخاص مختلفين، فبنمر بمواقف كوميدية بتتنوع بين السخرية من المحتل والسرقة لصالح الفقراء. المسلسل هيكون من إخراج حسام علي ومن تأليف عبد الرحمن جويش. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالمسلسلات الكوميدية اللي قررت تتفرج عليها، وإيه أكتر مسلسل كوميدي شايف إنه هيكون رقم 1 في رمضان السنة دي. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.